بسم الله حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي. يلا بقى حبايبي بقى موعدنا النهارده مع حل الامتحان الخامس، هو امتحان محافظة الشرقية. زي ما عودت حضراتكم ادي الامتحان اهو يا مستر يحيى، وادي الحاجات اللي احنا استفدناها. تعالوا مع بعض نحل الامتحان. اول حاجة I always help my aunt on Fridays. انا بساعد عمتي في ايام الاجازة بتاعتي، في ايام الجمعة. in the community garden. خدنا تعبير اسمه the community garden، معناها الحديقة المجتمعية. سلمى is never not. She is calm and relaxed. سلمى is never nervous. سلمى ديت ابدا مش بتبقى متنرفزة. طب ليه؟ خد بالك قال لي she is calm and relaxed، هي هادية كده وريلاكسد. we gave cake to all. احنا ادينا الكيك لمين يا مستر يحيى؟ ل all the guests. كلمة guest معناها ضيف، طبعا الضيوف اللي بيجوا لنا احنا بنديهم الكيك. The نقط is a group of camels. خدناها كتير واتكررت كتير في الامتحان. A group of camels مجموعة من الجمال. And people والناس traveling together بتسافر مع بعض. هي caravan، هي عبارة عندي يا مستر يحيى عن القافلة. القافلة مجموعة من الناس كده والجمال بيبدأوا يطلعوا رحلة مع بعض يا مستر يحيى. طيب تعالوا بقى نكمل الفراغات دي بطريقة جميلة. Cats are my favorite animals. ان القطط ديت هي الحيوان المفضل بالنسبة لي. They are beautiful، هي جميلة. With soft، جميلة. With soft fur، وفيها فرو يا مستر يحيى ناعم. soft fur، القطة فيها soft fur. Which is nice to touch، جميل اللي انت تقعد تلمسه كده. They are clean and calm، هي جميلة. and calm animals، وهي calm animals يعني حيوانات يا مستر يحيى. calm animals يعني هي حيوانات هادئة. which are usually، هي usually دايما احنا بنقول على القطة ديت اللي هي حاجة اسمها friendly. friendly يعني ايه يا مستر يحيى القطة ديت friendly؟ friendly كده ودودة كده، صح يا مستر يحيى؟ يبقى which are usually friendly. friendly يعني ودودة. they like people، هم بيحبوا الناس. but they are، على الرغم قطة بتحب الناس، هي independent. كلمة independent القطة دي عندها حاجة جميلة جدا، عندها حب الاستقلالية، تبقى تستقل بنفسها، مش محتاج تاخد القطة وتمشيها، عادي ممكن تسيبها في اي مكان كده. يبقى but they are independent. يعني ايه يا مستر يحيى؟ يعني we don't need، اللي هي we don't need to take them، مش محتاج تاخد القطة for walk. for walk انت تقعد تمشي فيها every day. القطعة دي مهمة جدا يا حبايبي، اكتب عليها كده هامة. طيب تعالى معايا بقى نبدأ نشوف السؤال بتاع القطعة الجميل. طيب خد بالك من الجملة ديت. The main idea of the text is about. القطعة الرئيسية بتاعت القطعة او الفكرة الرئيسية بتاعت القطعة بتتكلم عن ايه؟ لو رجعت للقطعة هلاقي القطعة بتتكلم عندي على حاجة اسمها كارتون كات، اللي هي القطة الكرتونية. لو رجعت للقطعة هتلاقيها. طيب the underline word cute. cute يعني ايه؟ اقول لك ده cute، معنى كلمة cute معناها beautiful. معنى كلمة cute معناها beautiful. beautiful معناها جميل. كدي has not nose. القطة اللي هي اسمها كدي هي عندها little nose. لو رجعت للقطعة هتلاقي little nose. طيب القطعة برضو هنا السؤال بيقول لي واي. خد بالك يا مستر يحيى من الحتة ديت. لما السؤال يقول لي واي، لما اجي ارد عليه على طول هروح ادور على كلمة because اللي هي معناها لأن. لما السؤال يكون فيه واي هروح ادور على because اللي هي معناها لأن.
طيب why do young women like Kitty now؟ ليه بقى ال young women، النساء اللي هم young اللي هم الشباب، ليه بيحبوها يا مستر يحيى؟ تعالى بقى، انا قلت السؤال فيه why، يبقى الاجابه فيها because. بص اهي because they like to remember when they were children themselves. انا بحب القطه الكرتونيه ديت عشان انا لما بشوفها انا بفتكر بقى ايام وانا كنت صغير، بتفكرني بايام شبابي. هي because they like، هما بيحبوا اللي هما remember when they were children themselves. اوكي themselves. طيب ماشي. معلش يا مستر يحيى، السؤال which products have the picture of Kitty on them؟ اي المنتجات بقى اللي بيحطوا عليها الصورة بتاعت كيدي؟ اي المنتجات بيحطوا على ايه؟ انا عايز منتجات زي ايه؟ تعالى لي كده يا مستر يحيى بقى، اهي بيحطوا اهي المنتجات على باجز الشنط، كلوث الملابس، اند رولرز والمساطر. يبقى لما الاقي باجز وكلوث ورولرز اللي هي رولرز المساطر، بيحطوا على الحاجات دي كلها على الباجز والكلوث والرولرز. اوكي ما هو بيقول لي اي منتجات. طيب تعالى معايا كده بقى يا مستر يحيى بقى في السؤال الجميل ده اللي هو السؤال الترتيب. اول حاجه هحط هاو، في عندي حاجه اسمها هاو اوفن يعني كم مره. هاو اوفن احط بعديها دو، الدو عايزه فاعل اللي هو يو. هاو اوفن دو يو جو تو ذا dentist؟ how often do you go to the dentist؟ كم مرة انت بتذهب فيها الى dentist يعني طبيب الاسنان. يبقى how often do you go to the dentist؟ plants النباتات مالها مستر يحيى؟ die، النبات die بيموت امتى؟ if you don't water them them. ايوه يا مستر يحيى، النبات بيموت لو انا بروتهوش، لو بسقتهوش. يبقى plants يبقى صح plants، حط اس plants die if you don't water them. ماشي. there ماشي يا مستر يحيى، الزير تاخد ايه؟ are. there are ايه يا مستر يحيى؟ a few lemons. there are a few lemons، يوجد القليل من الليمون. فين؟ in the fridge. there are a few lemons in the fridge معناها في التلاجة. في مشكلة في الكلام ده؟ ماشي يا مستر يحيى. an ostrich is a big bird. ايه ده؟ bird يعني غير عاقل. احط هو ولا احط which؟ احط which. ليه؟ هو للعاقل، which الغير العاقل. عندي bird غير عاقل فحطيت which. last year السنة اللي فاتت vacation last year اجازة السنة اللي فاتت ماضي. بدل جو انا هحط went، ايه؟ went. هنا الاي احط ايه هنا اهوت، واحط في الاخر علامة الاستفهام. مستر يحيى سؤال الباراجراف باشا، ارجع على قناة يحيى المصري التعليمية، هتلاقي كل الباراجرافات بطريقة جميلة. معلش يا مستر يحيى، احنا حلينا مع بعض الامتحان بتاع محافظة الشرقية، انا استفدت من الامتحان ده ايه؟ لا تعالى لي بقى، ده انت استفدت بقى حاجات كتيرة بقى يا مستر يحيى. اوكي. طيب ده انت يا مستر يحيى استفدت ان في عندي حاجة اسمها كوميونيتي جاردن. يعني ايه كلمة كوميونيتي جاردن؟ معناها الحديقة المجتمعية. في تعبير اسمه كوميونيتي جاردن. في عندي حاجة اسمها فريندلي. يعني فريندلي حد طيب كده او ودود. الشخص الفريندلي دوت هو شخص كالم وشخص ريلاكسد. الشخص الفريندلي هو شخص كالم وشخص ريلاكسد. في مشكلة في الكلام ده يا مستر يحيى؟ طيب ماشي. give cake to all، انا بدي كيك لمين؟ في birthday party، في حفلة عيد الميلادي. لما بيجي لي جيستس، بيجي لي ضيوف، انا بديهم كيك، كيك. خد بالك ان الكاتس القطط ديت فيها ميزة اللي هي beautiful معناها جميلة.
مش بس كده، خد بالك ان هي beautiful جميله والسوفت فير بفرو بتاعها ناعم. سوفت فير. خد بالك ان الكاتس ار فريندلي، قلناها الكاتس ديت ودوده وطيبه. فريندلي. خد بالك ان الكاتس ديت هي independent. independent معناها عندها حب الاستقلال، مش محتاج تمشيها. they don't need to take them for a walk every day. مش محتاج تاخد القطة وتمشيها كل يوم. خد بالك ان في عندي صفة اللي هي adjective معناها cute. cute معناها beautiful. معنى كلمة cute معناها beautiful. يبقى معنى كلمة cute معناها يا مستر يحيى beautiful. خد بالك يا مستر يحيى ان واي معناها لماذا، برد عليها because او ارد عليها to وفعل في المصدر. انا عندي حاجة اسمها واي. كلمة واي معناها لماذا. واي معناها لماذا، هرد عليها because او ارد عليها to فعل فين، في المصدر. في مشكلة في الكلام ده كده يا مستر يحيى؟ تاني، انا عندي حاجة اسمها يا مستر يحيى ايه، واي. واي يعني ايه يا مستر يحيى؟ واي معناها لماذا، برد عليها بايه، because لان، او ارد عليها to فعل فين، في المصدر. طيب ده من القطعة. خد بالك ان عندي هو ضمير وصل، عندي هو وعندي which وعندي وير. هو بسأل بيها عن العاقل، او هو بتدل عندي على العاقل. كلمة which بتدل عندي على غير العاقل. كلمة where بتدل عندي على المكان. وخد بالك ان in which او which in بتدل عندي على المكان. طيب مستر يحيى، خد بالك ان في كلمات بتدل على زمن الماضي يا مستر يحيى. لو لقيت في الامتحان yesterday، لقيت last week، last month، last ago، لقيت كلمة 3 days ago، لقيت كلمة in the past، لقيت اي كلمة من الكلمات الدالة على زمن الماضي هتروح تجري تحط الجملة في زمن الماضي. يعني لو لقيت اي كلمة من الكلمات دي هختار جو ولا went؟ لا، هختار الماضي went. طيب هختار سي ولا سو؟ الكلام في الماضي هختار سو. هختار بلاي ولا بلايد؟ الكلام في الماضي فهختار بلايد. الكلام في الماضي فهختار يا مستر يحيى ايه، بلايد. yesterday، last، ago، in the past، اجري اختار الجمله اللي في زمن يا مستر يحيى الماضي. في مشكله في الكلام ده كده؟ الدنيا سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. السلام عليكم.